عالميا ما كاينش شي واحد اللي تينكر بان المجهول ماشي مغربي. التمره منين نشمها وتكون فيها واحد الريحه بحال ريحه الكحول بحال ريحه الشراب، ان هذيك التمره راه ما لايقاش. النخله باش يمكن تذوق، باش يمكن تبشر على بعد واحد 5 سنوات. انا غندخل عندك دابا الاحسن بلاصه كتعجبني في السلسله ديال القيمه هي الجوده. حتى مغربيه في التمر كتبان في المجهول بكل صراحه. شنو هما الحوايج اللي بانوا ليه في التمر راه خصو يقول ان التمر هذا غير صالح للاكل. شوف اللي كيستهلك التمر الطري والتمر الممتاز هما العرب. واحد النهار كنت بغيت نمشي نشري تمور صناعيه وتصدمت بواحد الواقع انهم كيزيدوا اضافات، كيزيدوا السيرو ديال الجلوكوز. غير هنا انا كان اهيب بصراحه بالمستهلك انه خصو يرفع النيفو شي شويه. شنو كتفضل، واش التمر يتشرى بلومبالاج ولا بلا لومبالاج؟ هذاك الاستيراد ديال التمر هو اللي خلانا نعرفوا ناكلوا التمر ونوليو ناكلوا التمر بشكل زايد. المستهلك المغربي يعني كيقدر شي حاجه اللي هي بلديه. حلقه عامره بمعلومات ساخنه.